سلام، كي راكم حباباتي الزينات؟ ان شاء الله تكونوا كاع بصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم وصفه صيفيه منعشه بذوق الليمون، هذه سبيسيال لعشاق الحوامض. جربوها على ضمانتي وما تراطوش، وما تبخلونيش بالابوني والجيم، تزهلكم الايام ان شاء الله. نبداو على بركه الله. نحتاجو 2 حبات بيض مع 125 غرام سكر عادي. خلطيهم غير بالفوي مده 5 دقائق على الاقل، وزيدي معها 125 غرام مارغرين دايبه ودافيه. كملي خلطي حتى يتجانسوا مليح، وقطبي 2 حبات ليم كبار، غابيهم وعصريهم. الزاز تاعهم كبيه في الخليط، وقشور تاع حبه زيديه معاهم، والاخرى خليها ابار. ابري نسحقوها. خلطي بيان غير بالفوي توجو، ونزيدو 135 غرام فرينه تكون مغربله ونقيه، معها وحده لا ليفور شيميك، ونواصلوا الخلط. نجيبوا البلاط تاعنا يكون مغلف بالبابي كويسون، نكبوها او ميم طون تكوني شاعله كويزينير تاعك على درجه حراره 170. طيبيها من الفوق ومن التحت، طيبيها من الفوق ومن التحت تحمر بيان. دوك تلاحظوا معايا ها ولا السائل راني نكب فيه، ما تجيش ليكيد بزاف وما تجيش ثقيله تاني، تجي كما راكم تلاحظوا معايا تجي متماسكه. هنايا كيف بعد ما طيبتها هاي لا حمرتها غايه من الفوق ومن تحت. نروحو نبريبارو لو كلاصاج تاعنا اللي هو 3 مغارف كبار ليم و100 غرام سكر كلاصي. خلطيه غايه حتى يبيض، ونقلاصو به السطح تاعنا، منها يمد لها ذوق منعش ولا بغيونس. نسيت ما قلت لكمش نسقوها بالليم في بلاصه الشربات، سيتادير تحتاجي في الوصفه كامله 3 حبات ليم كبار. ونزينوها كما راكم تشوفوا معايا بقشور الليمون تاع ديك الحبه اللي وخرناها ابار. تاني هذا التزيين تاع قشور الليمون يزيدوها بنه منعشه. هنايا بعد ما قطعتها قطع كبار، هي هاد لاغوسات تجي ما بسبوسه ما بسكوي، تجي فيها واحد البنه تقلع الغمه في هذا الصهد. شوفوا كي جات تشهي ما شاء الله. وفي الاخير نقول لكم نلقاكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلامه.